عزيزي الأب المطلق، أنت انفصلت عن أم أولادك وليس أولادك، فحافظ على علاقتك بيهم. وعلشان تحافظ على العلاقة دي لازم تعمل كده، لازم تديهم كل حقوقهم وتصرف عليهم بما يرضي الله، وما تستناش لحكم محكمة ولا عرف. واوعى تاخدهم بذنب الأم لو هي أخطأت فيك، وكل ما تشوفهم تقولهم مامتكم عملت كذا وكذا. وعزيزة الأم ليكي نفس النصيحة، ولازم تكلمهم كل يوم صوت وصورة. ولو الأطفال كبار شوية حاول إنهم يباتوا معاك مرة كل أسبوع، تخرجهم وتلعبهم وتفسحهم في أي مكان، واسأل عليهم في مدارسهم واسأل عن مستواهم، وروح وديهم المدرسة أو جيبهم منها، لأن ده هيفرح الأطفال جدا. واحضر المناسبات الخاصة بيهم واحرص على كده، وبلاش تأثر معاهم. وفي الأعياد والمناسبات الخاصة خدهم وجيب لهم هدوم وكل حاجتهم. ولو الظروف سمحت إن الأم تيجي معاكم في وجود محرم يكون أفضل، وعيشوا أطفالكم في جو أسري طبيعي. وقبل ما تفكر تتجوز تاني اسأل نفسك، انت قادر تصرف على أولادك وبيتك الجديد وتساوي بينهم وتكفيهم؟ لو إجابتك لأ، يبقى بلاش تفكر في الجواز التاني علشان ما تظلمش أطفال تانية. واقرا كتير عن تربية الأطفال وعن أساليب المحافظة على النفسية السوية للطفل، واوعى تعتمد على الأم فقط، لأن تربية أولادكم مسؤوليتكم انتم الاتنين.